بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في قناتي. النهارده باذن الله هعمل شنطه بخيط الكليم بالخامات المستخدمه. نص كيلو الكليم اللون البيبي بلو، ونص كيلو من الخيط الكليم اللون ابيض، وابره رقم 8 ملم، والعلامات، وابره التنظيف، والمقص، ومزورة للقياس. وقبل ما ابدا الفيديو هنسمي بسم الله ونصلي على رسول الله. هنجيب طرفين الخيط كده ونسيب مسافه ونعمل عقده البدايه. ندخل بالابره ونرتفع بعدد من السلاسل بحيث يكون طولها 20 سنتي. كمل. ده بالنسبه للطول. عدد السلاسل هنا 17 غرزه سلسله. السطر الثاني هنرتفع بغرزه السلسله، مجرد ارتفاع تمام، ونلف الشغل بتاعنا. هنلاقي فيه هنا في ضلعين في الوش دولت، في ضلعين، وفي لو قلبنا السلسله كده هنلاقي فيه الضلع الثالث نشتغل غرز حشو على نص دايره. احنا كده ارتفعنا السلسله وقلبنا الشغل. هندخل في اول غرزه من ورا ونسحب خيط ونعمل غرزه حشو. ادي اول غرزه حشو. نطلع عندنا حلقتين على الابره، نسحب خيط نطلع من الحلقتين. نكمل كده كده خلصنا السطر اهو. دي هنطلعها من بره، الشرشوبه دي او العقده دي هنطلعها من بره. كده احنا هنشتغل حلزون، يعني دوران، مش هنعمل بدايه ونهايه للسطر. كده خلاص نهايه السطر. واحنا علمنا اول السطر بالعلامه البرتقاني، هنخلي العلامه البرتقاني عشان ديت علامه اول السطر. نسحب خيط، عندنا حلقتين على الابره، نسحب خيط نطلع من الحلقتين. الشنطه بدات تاخد الانحناء، كل ما نرتفع بعدد من السطور هتاخد الشكل بتاعنا ده. كده الوش. بنعمل شرشوبه نقصها ومش هنرميها، بعدين اقوم سحباها وعقدها كده. من جوه لما انا اربطها كمان ربطه اطلعها تاني بره. نكمل ونرتفع بعدد من السطور لغايه لما نحصل على الطول المناسب. كده انا ارتفعت بعدد من السطور لغايه لما حصلنا على الطول المظبوط، وعملت الشراشيب. سهله جدا الشراشيب، ما فيهاش اي تعقيدات، يعني واسعه وبتاخد حاجات كتير. الشنطه من جوه اهي. هنركب الكباسين. هنركب كبسونه هنا وكبسونه هنا، كبسونتين. بيجي مع الكبسونه الكبسونه المغناطيس، بيجي جزء بيثبت كده بنثبت بيه. وادي الكبسونه الوش والظهر. طولها حوالي 18 سم. كده اول القاعده 18 سم، والعرض 28 سم. هنعمل اليد الشنطه من اول العلامه لغايه اخر غرزه 15 غرزه حشو، وعدينا من بعد العلامه لغايه قبل الغرزه الاخيره 15 غرزه حشو. احنا دلوقتي هنعمل دراع الشنطه، ومن بعدها نعمل كمان 2 غرزه. يعني دي اول غرزه، نعمل غرزتين كمان، ادي 1 2. دولت المكان بتاع يد الشنطه. من بقى يعني هنحسب اخر غرزه في الغرز ال 15 ونعد كمان 2، يبقى كده 3. نرتفع غرزه السلسله، نلف الشغل، نلف الشنطه يعني، وندخل في اول غرزه تحت الحلقتين. كده خلصت الدراع اهو. الدراع
الدراع 60 سم. هنركب الطرف الثاني بإبرة التنظيف. كده ثبت الدراع اهو في اتجاه واحد. هعقد طروف الخيط دي، شدها كويس كده. هسحب الشرشوبه لبره كده. دلوقتي هنركب الكبسونه اهو. دخلت طرف الخيط كده في الجزء اللي هنثبت بيه الكبسونه. هنعمل الباقي زي الطرف ده، زي الجزء ده اهو. كده ركبت الشرايط في حلقه التثبيت بتاعت الكبسونه. هثبت الكبسونه في حلقه التثبيت وهربط الشرايط ديت في الشنطه نفسها. وهي كده ثبت الكبسونه اهي. الشرشوبه اللي انا ربطها فيها اهي طلعتها من بره. هعقدها كده عقدتين كمان مره اهي. هنثبت الجزء الثاني بقى في حلقه التثبيت برده كده. كده ركبت الكباسين اهو. الشرشوبه بتاعتها من ورا اهي طلعتها بره. وهنا اهي الشرشوبه اهي. الكبسونه الثانيه كده. انا عملت الدراع برده وعملت له شراشيب تمام. اهي كده الشنطه خلصت. شنطه باخد الكريم، الشنطه اللي طالعه ترند اهي، اللون البيبي بلو الابيض. وادي الدراع اهو.